اللي مش هيفتح المصحف هنتكلم النهارده هيروح فين؟ درس الليله من اعرض عن درس الليله وقفه مع كلمه من كتاب الله وما بعدها. من اعرض عنه، اللي مرضاش يقيم علاقه مع القران، اللي ادى ظهره للقران، اللي اتخذ القران وراءه ظهريه، حتى لو مسلم، حتى لو بيقول لك انا ملتزم. من اعرض عنه، اللي هيعرض عن القران هيحصل له ايه؟ فكره ان فتح المصحف يا جماعه قضيه جنه ونار. فتح المصحف مش قضيه الحرف ب10 حسنات بس. فتح المصحف مش قضيه ان القران جميل وبينور القلب بس. احنا عايزين نتكلم ان ورد القران، ان فتح المصحف دي قضية جنة ونار. لا تملك انك انت يبقى اسمك مسلم ولا تفعلها. كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرى. اتيناك. اخوانا انت لازم قبل ما تفتح المصحف تنزل ويندوز جديد تجاه كل آية في القرآن. لازم قبل ما تقرأ اي آية تنزل ويندوز تجاه كل آية. كل آية في القرآن يا جماعة، كل آية في القرآن درجة في الجنة، حاجة عظيمة جدا. منزلتك عند اخر آية كنت تقرأها. كل آية في القرآن حصن، فنسي ولم نشف له عزمة. عايز عزيمتك تروح، عايز همتك في الدعوة تروح، عايز همتك في العبادة تروح، بسيطة جدا جدا جدا. اقطع اتصالك بالكتاب ده. اهل الباطل نفسها عملوها. ربنا بيقول من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخرة، يا ايها الكفار، يا ايها الغر، يا ايها المارقين، يا ايها العلمانيين، اللي فاكر ان ربنا مش هينصر اهل الدين، اللي فاكر ان ربنا مش هينصر محمد بن عبد الله، في حل عشان محمد بن عبد الله ما ينتصرش. ربنا اللي بيدل العباد عليه. ربنا اللي بيدل العباد عليه. من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره، قدامه حل بسيط جدا. هيجيب سلم، بس سلم طويل، فليمدد بسبب الى السماء. يجيب سلم يطلعه فوق من حيث يهبط الوحي ثم ليقطع. العلماء قال لك يعني ايه يقطع؟ قال لك يقطع الوحي اللي نازل من السماء عن الارض، يقطع الامداد القراني لمحمد بن عبد الله. لو عرفتوا يا من تحاربون دين الله انكم تقطعوا ما بين القران وما بين التيار الاسلامي، ساعتها هتنتصروا عليه. لو عرفتوا تفصلوا ما بين الملتزم وما بين القرآن، وتفهموا الملتزم ان مش شرط ان هو يقرأ القرآن كل يوم، ولا يبكي منه، ولا يدرس تفسيره، ولا يطبق تعاليمه، ولا يفهم معناه، يبقى انتوا ساعتها تقدروا تنتصروا عليهم. وقد اتيناك من لدنا ذكرى. من اعرض عن، من ايا من كان، تهديد من الله لكل من لا يقيم علاقة مع كتاب الله، اللي ادى ظهره للقرآن، اللي بعد عن القرآن، فانه يحمل يوم القيامة وزرا. اللي مرضاش يحمل الدين في الدنيا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. مرضوش يشيلوا دين، مرضوش يشيلوا دعوة، مرضوش يشيلوا مسؤولية، مرضاش يشيل. فاللي مرضاش يشيل والقرآن تقل على قلبه في الدنيا، هيشيل شيلة تانية يوم القيامة. فإنه يحمل، مضارع بقى، يوم القيامة شايلها على كتافه طول اليوم. يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، عهدنا إليه تكاليف وتوصيات زي اللي في القرآن، فنسي. لما نسي ولم نجد له عزمة، ولم نجد له عزمة. يعني لو انت نسيت الحاجات اللي في القرآن عزمتك هتروح. عشان كده ربنا بيقولك وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور فوق بني إسرائيل خذوا ما أتيناكم بقوة. كأن ربنا بيقول لهم لو ما تعاملتوش مع النص صح، لو ما تعاملتوش مع الوحي صح، هخسف بكم الارض. كما قال ابن مسعود اصفر الناس من ليس في جوفه شيء من القرآن. انسان صفر، راجل صفر، انسان صفر، الذي ليس في جوفه معاني القرآن ده. زي ما النبي قال كالبيت الخارج، خربان من جوه، قلبه خربان، قلبه خرابة. القرآن هو اللي بيعمر لك قلبك من جوه. امال من اقبل عليه يا جماعة؟ امال عكس الاعراض الاقبال بقى، من اقبل عليه، اللي مستني ان الدرس يخلص ويجري على بيته ويفتح المصحف ويقف يصلي وينهل ويرتوي ويتضرع ويغسل قلبه وينور حياته ويحول حياته الجنة.